انت مش حاسس بالنار اللي جوايا؟ مش حاسس ان اكون نايمة جنب جوزي واسمعه بينطق اسم حبيبته وقد ايه هو بيحبها؟ طب ليه؟ وانا لو ما حبيتنيش سيبني يا اخي. كنت واقف وهي بتبكي وبتقولي نطقت بيه امبارح. انا فعلا ما كنتش حاسس بحاجة، بس هي عندها حق. محدش هيستحمل اللي هي بتستحمله، بس انا ما اقدرش ابعد عنها، ما اقدرش. انت ليه مش حاسس بيا؟ ليه بتعمل كده معايا؟ انا غلطانه اني قبلت اتجوز واحد كان بيحب اختي اللي هي اصلا سابته وسافرت يوم فرحهم. انا اللي استاهل. انا اسف. اسف يا يارا. انا ما اعرفش ازاي قلت كده. كفايه عذاب. انا زهقت. طلقني. ارجوك، مش عايزه اكمل معاك، مش عايزه اكمل مع واحد مش بيحبني، واحد اتجوزني عشان اخت حبيبته. يارا، اهدي بالله عليكي. اوعدك اني مش هقول كده. وانتي المفروض تقدري ان هايدي دي اول حب وصداقة في حياتي. انتي عارفة اننا كنا قريبين من بعض قد ايه. وسابني ومشي. دموعي نزلت وانا حاسة بخنقة وتقل جوا قلبي، وكلماته بتتردد في دماغي. انا عارفة قد ايه هو متعلق بهايدي اختي وبيحبها. انا وهايدي اخوات، وحسام يبقى ابن خالتي. انا دايما كنت بعيدة عنه لاني كنت بحبه، وكنت خايفة أضعف. أما هايدي كانت دايما معاه وجنبه في كل حتة. حسام زمان ما كانش قريب من حد ولا بيحب يقرب من حد، بس هايدي عرفت تقربه منها. عرفت تعمل اللي أنا معرفتش أعمله. وأنا دلوقتي مش عارفة أوقعه في حبي. ومن كتر التعب دخلت نمت ودموعي على خدي. حسام فضل اليوم كله برا. هو بيفكر قد ايه كان بيحب يارا، بس هي ما كانتش بتقرب منه، فخاف لا تكون بتحب غيره. وفي الوقت ده كانت هايدي بتقرب منه، اتشد ليها ولاهتمامها بيه. وفعلا بدأ يتشد ليها. ولما مامته عرفت أصرت على إنه يتجوزها. وللأسف يوم الفرح هايدي سافرت. وبعد أسبوع من الأحداث دي وتغير يارا مع حسام، وفي يوم كانت يارا قاعدة لوحدها بتقرا قصة. الجرس رن. هايدي. ايه ده؟ ده البيت المفروض اللي انا وحبيبي نكون سوا فيه، وكمان ما غيرش اي حاجة من اللي انا اخترتها. انت رجعت ليه؟ المفروض ترحبي باختك. وبعدين رجعت عشان ارجع حبيبي ليا. ما انت عارفة بقى يا توتة اننا بنحب بعض، وعارفة كمان انه هيفرح قوي لما يشوفني. وفي اللحظة دي كان حسام فتح الباب واتفاجئ بهيدي قدامه. ويارا في اللحظة دي عرفت ان كده بره حياة حسام. هايدي. ايوه يا حس. هايدي، اخبارك ايه يا حس؟ حس ايه حس دي؟ احترمي نفسك. ايه يا حس، مش ده الدلع اللي انت كنت بتحبه مني ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. يارا، لما الضيوف يمشوا بقى يبقى نادي عليا. هي اصلا ماشية دلوقتي. يلا بقى يا هايدي، باي. طيب. سلام. ويارا بصت لحسام بحزن وسابته ومشيت. يارا، لو سمحت اطلع برا واقفل النور. بس انا عايزه اتكلم معاكي يا يارا. وانا مش عايزه. بعد اذنك اخرج برا، ومحتاجه افكر في شويه حاجات واهدى. ارجوك يا حسام اطلع برا. حاضر يا يارا. هخليها تشك ان في علاقه بينا واننا رجعنا زي زمان. بس ازاي هتعملي كده؟ بنت فتحية مش سهلة. ما تخافيش. دي هطلة اصلا. قوليلي بقى، رجعت ليه؟ عرفت ان حسام شغال في شركة قد الدنيا، ولا عرفت انه يبقى مديرها؟ مرجعش ليه بقى؟ الحياة بين يارا وحسام زي ما هي. يارا طول الوقت ساكتة ومش بتتكلم معاه. كل ما يحاول يكلمها تصده. بعد فترة كانت هايدي بتخطط تعمل ايه، وفعلا قررت تنفذ. تاني يوم لبست وراحت للشركة اللي حسام فيها، وقدمت لشغل هناك.
ولسوء الحظ كانوا طالبين سكرتيرة للمدير. ومين المدير؟ أكيد حسام. كان خارج من مكتبه واتصدم لما شاف هايدي قدامه، وبعدين سابها ومشي. اما وريتك انت وهي، ما بقاش انا هايدي. انت ازاي تقبلها يا معاذ من غير ما ترجعلي؟ يا حسام انا اكتشفت انها كانت في الفرع التاني، يعني هي لو قالت من الاول كده كانت هتشتغل. ولما قدمت وشفت وراها قلت هي دي اللي تعرف تمشي الامور صح. وبعدين احنا هنلعب ولا ايه؟ حسام ده شغل، خلي الشغل بعيد عن حياتك الشخصية. ومعاذ سابه ورايح يشوف شغله. تعالي دقيقة. حاضر. افهمي، اي حركة منك كده ولا كده انت حرة، انا عارفك. حضرتك ده مكان شغل وانا مستحيل اعمل كده في شغلي. اقدر امشي؟ انا اللي ماشي. وبعد اسبوعين وفعلا الامور كانت ماشية كويسة. وحشتيني على فكرة. يارا بصيت له وسكتت. على فكرة، وحشتني حسام بتاعتك. وانت ما وحشتنيش على فكرة خالص. عارف مش من قلبك الكلام ده. يارا بصيت له وضحكت. ضحكت يعني قلبها مال. اخيرا يا شيخة، انا كنت قربت انسى ضحكتك. والله. طب ابعد بقى. والله وحشتيني. وانت وحشتني اكتر على فكرة، بس برضو مستحيل اللي في دماغك. عارفك مجنونة. عموما انا عاملك مفاجأة بكرة هتطير عقلك. بكرة؟ طيب ما تخليها النهاردة. لا لا لا، بكرة احسن. تعالي نتكلم شوية. وفعلا اتصالحوا، وبدأوا يتكلموا ويهزروا. ويارا قررت تنسى اسم هايدي ده من حياتهم. يارا فضلت ترن على حسام عشان تعرف هيجي امتى ياخدها. وفجأة ردت عليها هايدي. الو. يارا حست ان صوت هايدي بس كدبت نفسها. هو فين حسام حضرتك؟ حسام عنده اجتماع. ماشي، باي. هي ازاي موجودة معاه؟ ده ما قاليش، انا لازم اروح اتأكد ان هو في الشركة ولا لأ. وفعلا لبست وجريت على الشركة، وفي الوقت اللي هي دخلت فيه هايدي كانت بتقرب من حسام. حسام. يارا هو انتي جيتي؟ ايوه يا روحي، جاية اشوف اللي بتلف حوالين جوزي. جوزك اللي هو حبيبي. ده انتي واحدة متخلفة، حبيب مين؟ بس يا حبيبي انا هعرف ازاي خلاها تقول حبيبي تاني. وفجأة هجمت عليها. كان صوت صريخ هايدي مالي الشركة والناس كلها حواليهم، وحسام عمال يضحك بس. يا ابني حوش مراتك عن البت، حرام عليها، ايه ده؟ قلتلك خلاها تتنقل من عندنا، قلتلي لأ. اشرب بقى، ووعاك تيجي جنبها بقى، فاهم؟ حصل، انا اللي استاهل، بس ايه ده؟ متجوز مفترية. حد يحوشها، كفاية كده، ايه ده؟ كفاية كفاية يارا. ومعاذ بدأ يمشي الموظفين. يا شعري، يا حيوانة. تصدقي انت تستاهلي كل اللي حصل لك. عندك حق والله. يلا يا انسة هايدي على مكتبك. بس انا عايزة حقي. يلا يا ماما على مكتبك، مش ناقصة، هي الحقك قال. وقولي لحماتي تربيكي من اول وجديد. ومن امتى وهي حماتك؟ دي امي انا، مراتك ملهاش ام. احسن، واحنا ما يشرفناش نكون بنقرب لك. حسام، انا اسفة. اسفة على ايه؟ على اللي انا عملته. بالعكس انا فرحت فيها، كفاية انك طلعتي كل الغل والزعل اللي جواكي في الشخص الصح. يعني عجبتك؟ انت عجباني يا قمر من الاول. حسام، ماما سابتني بدري هي وبابا بدري قوي. ربنا يرحمهم يا حبيبتي. ثانيا تعالي هنا،
احنا متفقين اننا هنخرج، يلا روحي جهزي ويلا بينا. كنا في مكان حلو قوي. حسام كان مجهز كل حاجة وشموع وحاجات آخر جمال وكلام رومانسي. حسام كان بيقولي قد ايه كان بيحبني ومازال بيحبني، واعترفنا لبعض وعشنا في تبات ونبات. وعرفت بعدها ان هايدي سافرت تاني بعد ما فشلت انها ترجع حسام ليها، وصابت مامتها للمرة التانية من غير ما تفكر فيها. هتفضل طول عمرها غبية.